الكويرة عصا المغرب الطويلة بالجنوب، موقعها يمكن أن يكون أداة ضغط إذا فرضت المواجهة. مقص يقلم أظافر موريتانيا عند أي خيار يعاكس مصالح المغرب. هذه هي الحسابات. جغرافيا تدار بالقوة الصامتة لا بالشعارات. الكويرة ليست قرية مهجورة فقط، هي موقع استراتيجي يدار بالعقل والحساب قبل المعول والإسمنت. من يفهم الجغرافيا يعرف قيمتها. قرية مهجورة في أقصى جنوب المملكة، تبعد كيلومترات قليلة عن وادي بو، ورغم ذلك لم تدرج ضمن أولويات التنمية الكبرى. أولاً، البعد الجغرافي. لا طرق رئيسية، لا مطار، لا بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمار. ثانياً، ترتيب الأولويات. ركز المغرب على مدن أكثر جاهزية كمدينة العيون والداخلة، حيث السكان والمشاريع والدورة الاقتصادية. ثالثاً، الحساب السياسي. قربها من نواديبو يجعلها نقطة حساسة. نواديبو تمثل شريانا حيويا لاقتصاد موريتانيا. أي تحرك كبير هناك يقرأ إقليمية، لذلك اختار المغرب الهدوء. لا فتح جبهة توتر، لا مضايقة للجار في مجاله الحيوي ما دام يحترم الوحدة الترابية.